ناصر منسي يضحك عليك ويحسسك ان تسجيل الاهداف بالطريقه دي وبالتكنيك ده دي حاجه عاديه، هو بس عشان اسطوره. الزمالك بيفوز على المصري النهارده 4-1 في مباراه شهدت تالق جميع لاعبي الزمالك. اللعيبه كلها ما شاء الله النهارده مركزه، عندهم هدف واضح، المكسب، ما عندناش حاجه غير المكسب. حتى بعد تسجيل الهدف الاول المصري تحس ان اللعيبه عاديه، مش قلقانين. حتى وصلوا لي انا الاحساس ده، يعني انا قاعد مش قلقان، انا عارف ان الزمالك هيرجع وهيتقدم وان شاء الله هيأكد على التقدم بتاعه كمان. اللعيبه تقدر توصل لك ده بسهوله، عندهم هدف واضح، جايين نكسب. عندي جماهير ما بتسيبنيش، كل مباراه تحس ان مباراه الزمالك في حاله، في حاجه بتتقدم النهارده، في ليله، في مباراه كره قدم تحس ان في نهائي بيتلعب النهارده. جماهير الزمالك بتحسسك بده، على عكس مباريات الفرق التانية تحس عادي، الماتشات وديه، الماتش مش مهم. انما ما ينفعش يكون ورايا كل الجماهير دي وهخسر، مش منطقي. جماهير الزمالك تخلي اي حد يلعب كوره وتخليك تكسب لو انت ضعيف. وراك رجاله، في ظهر بيسندك كده في كل مباراه. محتاج ايه تاني؟ لعيب الكوره عموما ما يحتاجش حاجه في حياته غير جماهير واقفه في ظهره، وده اللي بيعمله جماهير الزمالك مع الناس. اي مكسب بيحققه الزمالك هو بفضل الجماهير. لعيبه الزمالك النهارده كلها عندها دافع كبير جدا ان هي النهارده تخلص المباراه بدري، مش عايزين نخش في حسابات ولا قصص. النهارده ما شاء الله برافو يا رجاله، حققنا المطلوب. سجل اهداف الزمالك النهارده عدي الدباغ والاسطوره ناصر منسي سجل هدفين، والهدف الرابع سجله حسام عبد المجيد. لعيبه الزمالك كلها رجاله، مش هخص لك لعيب واحد، كلهم النهارده كانوا مميزين. فاضل يا رجاله 5 ماتشات نكسبهم، ناخد الدوري في عز الازمات والمشاكل اللي عندك دي كلها. ده هيبقى احلى دوري الزمالك خده. نركز في الماتشات اللي جايه، وان شاء الله لو فضلنا على الحاله اللي احنا فيها دي. الزمالك ما لعبش حلو بالشكل ده من فتره، يعني مباراه انبي اللي فاتت دي كانت عملت لنا ازمه كبيره. لا بس النهارده واضح ان اللعيبه نسيت كل ده ومركزين وعارفين هدفهم، وان شاء الله يعني في النهايه الدوري ده هيكون بتاعنا احنا. اللاعب المؤثر بتاع الزمالك خوان بزيرة. خوان بزيرة ده يا جماعه مش طبيعي. اللعيب اللي جه وكان عليه كلام كتير وتشكيك كتير من جماهير الاهلي بالذات. النهارده خوان بزيرة بيثبت للناس كلها ان هو في اي مكان بيقدر يعدي ويقدر يحل مشكله. عنده مشكله في الفينش، عادي تتحل يا سيدي. خلي عندك مشكله في الفينش بس انت بتعمل لي حلول كتيره في الملعب، ودي اهم حاجه، ان انت بتقدر توصلني وتوصل زمايلك، تقدر تعدي من 1 و2 والازمه تخلص.